تتخيلوا ان انا اقوى من الشيطان؟ تتخيلوا ان انا بوز وبزن وبعمل كل حاجة احسن من الشيطان ذات نفسه؟ تتخيلوا ان الشيطان بيقف جنبي ويسقف لي؟ بجد بيقول لي انت بتجيبي افكارك الجهنمية العبقرية دي منين؟ انا بتخطرش على بالي انا شخصيا. انا الام، مش عارفة اقول انا الجانية ولا المجني عليها ولا انا ايه بالظبط. قصة النهاردة قصة حقيقية من واقع الحياة مع حكاوينا، وبنقول فيها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة حقيقية يا جماعة، أم بتحكيها وبتبكي بدل الدموع دم. بتقولك أنا متجوزة وعندي ولد وبنت ما شاء الله زي القمر. بنتي كانت هي البنت الوحيدة المدللة في العيلة. بنتي علشان كل العيلة كانت كلها ما شاء الله معظمها شباب. كانت بنتي جميلة الجميلات بمعنى الكلمة. أول ما جات عندها 15 سنة بنتي كانت بسم الله ما شاء الله نضجت وكبرت وحلوت وبدأت مفاتنها تظهر. وكانت أمنيتي ليها إني أنا أجوزها شاب يكون مرتاح ماديا ومعاه فلوس، علشان ما تعيش القهر والذل اللي أنا عشته مع أبوها. انا منكرش الصراحة، جوزي بعتبره موجود زي مش موجود. يعني بصراحة كده مليوش كلمة عليا. اللي انا بعمله سايبني اعمله، اللي انا بقوله سايبني بقوله، وخلاص على كده. بنتي كملت تعليم، اول ما دخلت اولى جامعة بقيت يا بنتي تشيكي، يا بنتي حلوي، يا بنتي حطي مكياج. مع ان بنتي كانت ملتزمة جدا وكانت لابسة الخمار وكانت بتلبس الدرسات وكانت بتصلي وما بتسيبش ولا فرض. فضلت وراه اتمكيجي اتبرفاني اتجملي علشان تكوني اجمل، مع انها كانت دايما تقول لي يا ماما انا الكل بيشهد لي بجمالي وباحترامي، وانا مش محتاجة ازود جمالي وشخصيتي، انا كده عاجبة نفسي قوي. وفعلا كل يوم كنت ازن عليها واقول لها يا حبيبتي انت ماشيه ملابسه الخمار، محدش هيبصلك بالخمار ده ولا حد هيبصلك بالدرس ده. انا عايزاك تقعي لي على عريس كده سقع، علشان ما اشتلش همك ولا تشتري هم العيشه زي اللي انا عايشاها مع ابوكي، يوم معاه وعشر معهوش. وبنتي بقت تروح جامعتها كل يوم وتيجي بسم الله ما شاء الله، كانت كل يوم بتحلو وبتكبر قدام عينيا. لحد ما في يوم من الايام لقيتها بتقول لي في شاب يا ماما بيغلس عليا في الجامعه. قلت لها يا بنتي وده نظامه ايه؟ قالت لي هو اكبر مني بسنه، بس ما شاء الله والده شغال في شركه محترمه قوي او تقريبا كمان هي بتاعتهم، وبيجي بعربيه فخمه وايه منظر واتيكيت وجمال ومال وما شاء الله عليه. قلت لها بس اثبتي، اياك تغلسي عليه او تزعقي له او تقولي له كلام يجرحه، خليكي تقيله لحد ما توقعيه. وبقيت كل يوم اسالها على الشاب ده تقول لي فعلا بيبص لي، ده بيبعت لي مسجز، ده بيبعت لي مش عارف ايه. وفضلت ورا البنت ازن عليها لحد ما الشاب ده فعلا وقع فيها وقال لها انا هاجي اخطبك، بحجه ان هي البنت المحترمه المؤدبه البنت الكويسه المتحجبه. وبالفعل اخد مننا ميعاد وجه اتقدم هو ووالده ووالدته، لدرجة ان انا حاولت ان احنا نظهر باحسن صورة قدامهم. لدرجة ان انا استلفت من سلايفي ومن اهل بيتي الكراسي، لا مش عارفة ايه الستاير الحلوة، لا مش عارف ايه، المهم عشان نبان قدامهم باحسن صورة. وبالفعل كانوا جايين بعربية كبيرة ودنيا وما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة تشرح القلب وكنت طايرة من الفرحة. خطبوها وجاب لها شبكتها وعملنا الليلة وعدت والحمد لله. جه بعدها بقى الشاب ده يجي يسهر عندنا. طبعا بيجي لما للساعة 1 للساعة 2، الراجل يقول لي بقول لك ايه يا ستي انتي، الراجل ده بيجي يطول عندنا ليه كده؟ اقول له يا عم ده شاب ومتفتح، وانت فكر ان هو اول مرة يشوف حد ولا اول مرة يشوف بنتك؟ ده راجل عارف الدنيا ماشية ازاي وناس بتسهر وناس وي وي وي، وانت مالكش دعوة بالكلام ده، انا موجودة. بقيت ادخل واسيب البيت، الأوضة اللي هم قاعدين فيها أوضة الأنتريه قاعدين فيها لوحدهم، وبقيت أدخل أقعد جوه أنا في أوضة النوم مع جوزي أو مع ابني التاني. المهم إن أنا كنت بسيب لهم شوية شوية الدنيا خالية. الواد بدأ يتجرأ على البنت تيجي تقول لي يا ماما ده بيقول لي كلام كذا، ده أنا عايز بوسة، ده أنا عايز مش عارفة. أقول لها بصي أنا هقول لك الخلاصة، عشان يموت في دباديبك ويفضل تحت رجليك طول العمر هتعملي إيه؟ اديله كل اللي هو عايزه، أهم حاجة تفضلي بنت بنوت. تقول لي ازاي وما ينفعش وحرام وانا لازم امشي بضوابط الخطوبه وحرام وعيب يا ماما؟ اقول لها بقول لك ايه، انت كده هتطفشي منك بصنعه لطافه، انت كده مش هيحبك، انت شايفه البنات حواليه عامله ازاي في الجامعه، وانت وبقيت كل يوم ابهدل بنتي على قد ما اقدر. لدرجه ان بنتي كانت بتدخله في الاول كده بالدريس وبالخمار، قلت لها لا الكلام ده ما ينفعش يا حبيبه قلبي. اشتريت لها ترنجات واشتريت لها يعني هدوم شيفون قصيره شويه ومش عارف ايه، الهدوم دي تدخلي بيها على
عريسك. ازاي يا ماما وما ينفعش وما ينفعش. بقيت لدرجة ان انا بقيت ازعق لها جامد واقول لها لازم تخليه يموت فيكي وما يشوفش واحدة تانية غيرك. فهمتي ولا ما فهمتنيش؟ وفعلا بقى الواد يجي، كان بيجي كل اسبوع مرة، بعدها يجي كل 3 4 ايام مرة، بعدها دلوقتي كل يوم عايز يجي مرة. كان يجي يقول لي لو سمحتي يا عمته او يا طنط، انا عايزه اخد بس خطيبتي ونروح نسهر في المكان الفلاني او نخرج نتفسح او. كان باباها يجي يزعق لي ويقول لي ازاي هتسيب البنت تخرج لوحدها مع عريسها؟ ابعتي باباها، ابعتي اخوها معاها، او يا اما انت تخرجي معاها. كنت اقول له بقول لك ايه، انت عايش في عصر الهكسوس لسه؟ انت لسه عايش في عصر مين؟ في عصر الحجري؟ لا يا حبيبي، الوقت البنت انا واثقه فيها، بنتي كويسه وانا كمان واثقه فيه، وعارفه ان عمره ما هيأذيها ولا بنتي تسمح لنفسها ان هي تغلط في حاجه زي كده. وفعلا بقت تخرج لوحدها هي وهو معاها، يخرجوا ويلفوا الدنيا، ويقول الساعه 1 الساعه 2 بالليل ما كنتش بتكلم ولا كنت بقول اي كلام. يا طنط هاخد البنت معايا في المشوار كده، خدها يا حبيبي، اتفسحوا وغيروا جو وعيشوا حياتكم زي ما انتوا عايزين بالطول وبالعرض. بنتي تيجي تقول لي يا ماما ده بدأ يمد ايده عليا، ده بدأ كذا. قلت لها زي ما قلت لك، اهم حاجة عندي تفضلي بنت بنوت، واعملي اللي انت عايزاه يا حبيبة قلبي، واتبسطي انت وخطيبك واعملوا كل اللي انتوا عايزينه. المهم عندي ان ما يشوفش حد في الدنيا غيرك. وبالفعل لدرجة ان هم في يوم جو قالوا لي احنا رايحين رحلة مش عارفة في بلد ايه، ونجيب، انا عايزة البنت اخدها معايا، وماما راحة وبابا رايح. قلت له يا حبيبي مفيش مشكلة. جه باباها زعق لي وقال لي مستحيل ان بنتك هتبات بره مع عريسها ومش عارف ايه. لقيت مامته بتكلمني وتقول لي ايوه احنا رايحين نغير جو في يومين كده، او حتى على الاقل هنقعد يوم واحد وهناخدها معانا تغير معانا جو ومش عارفه ايه، ولا انت مش واثقه فينا والكلام ده كله. قلت لهم لا يا حبيبه قلبي، انا واثقه فيكم وفي اخلاقكم ومش عارف ايه، والبنت هتيجي معاكم تغير جو هي كمان عشان تبقى متفتحه زيكم وتشوف الدنيا ومش عارف ايه. وبالفعل بنتي راحت معاهم غصبا عن رقبة باباها، مع انه زعق لي كتير وبهدلني كتير. قلت له انت مالكش كلام عليا، وكلمتي اللي هتمشي والبنت هتروح. وبالفعل البنت راحت معاهم، ويا ريتها ما راحت. بعد المجية دي من السفر ده، البنت فضلت يومين 3 عادي، بعد كده لقيتها بدأت تدبل قدامي. البنت ما بقتش تاكل زي الاول، البنت ما بقتش تضحك زي الاول، البنت ما بقتش تتكلم في التليفون معاك كتير زي الاول. الاول كان كل ساعتين 3 يكلمها واخبارك وحشتيني وعامله ايه، وكنت ببقى في قمه فرحتي لما الاقيه ملهوف عليها وكل شويه عمال يسأل وعمال يتصل وعمال يطمن. دلوقتي الموضوع انتهى، لقيت البنت بتدبل قدامي وقلت خير في ايه. قالت لي ولا اي حاجه يا ماما، انا زي ما انا، الحكايه كلها ان انا مصدعه ان انا تعبانه. وفعلا فضلت بعدها يجي بشهر وشويه البنت بتتغير اكتر، البنت بتتعب كل شويه، عماله بترجع وبتقول لي ده انا واخده برد في معدتي، ده انا. وبالفعل ده عريسها ما بقاش يجي لها نهائي، كان كل اللي كان بيجي كل يومين 3 او كل يوم بقى يجي كل اسبوع او اكتر. وبالفعل في يوم لقيته جاي من الصبح بيقول لي ايه طنط انا عايزه اخد فلانه معايا شويه، خطيبتي معايا شويه، هنغير جو وهجيب لها شويه حاجات ومش عارف ايه. فعلا خدها في اليوم ده وخرج من الساعه 10 الصبح تقريبا. فضلت لما للساعه 1 بالليل، رنيت عليها العصر ما ردتش، رنيت عليه ما ردش، قلت مش مشكله يمكن مش فاضيين بيغيروا جو. فضلت لما الساعه 1 بالليل ارن ما ردش، ارن عليه ما يردش، ارن عليها ما تردش. لما دخل جوايا وقلت لباباها، قلت له البنت ما بتردش من العصر، ارن عليها ما بتردش ولا هو كمان بيرد. شويه على الساعه 2 او 2 ونص اتصلت على والده ووالدته، قال له ما نعرفش عنهم حاجه والله، ده هم خرجوا من اللي اعرفه ان هو خرجوا مع بعض. وفعلا الساعه 2 او 2 ونص لقيت التليفون بيرن عليا وبيقولوا لي بنتك فلان الفلانيه يا فندم. قلت لهم ايوه طبعا. قالوا لي بنتك في المستشفى محجوزه هناك وتعبانه قوي. جريت انا وباباها على الفجر كده ورحنا المستشفى، لقيت بنتي بين الحياه والموت. طيب في ايه اللي حصل، ايه اللي جرى؟ قالوا لي بنتك كانت رايحه بتعمل عمليه اجهاض، عملية إجهاض لجنين. قال له جنين ازاي؟ قال لهم في عمر شهر أو شهر وكام يوم كانت بتعمل عملية إجهاض يا حبيبة قلبي. وبعدين قلت لهم ازاي تكون حامل في شهر وبعدين تعمل عملية اجهاض يعني ازاي؟ قالوا لي المشكلة ان هي اخدت شريط كامل يعمل نزيف، شريط حبوب كامل يعمل نزيف. وفعلا عملنا لها غسيل معدة والبنت بقت كويسة. طيب فين اللي معاها، فين خطيبها؟ قالوا ما حدش جه معاها، احنا لقيناها جايه المستشفى لوحدها ما فيش اي حد معاها. وبالفعل اخدت البنت وروحنا، وانا حاسه ان الدنيا كلها بتشقلبت فوق راسي وراس باباها. ازاي؟ وقولي لي ايه اللي حصل؟ قالت الحكايه كلها ان انا حملت يا ماما بعد في يوم السفر ده، وحكت لي التفاصيل
التفاصيل كلها ان حصل ما بيننا علاقه مره واتنين، وبياخدني في الشقه بتاعتهم اللي هي مش عارف ايه الوحده اللي كان المفروض ان هم هيتجوزوا فيها اصلا. كانت شقه متشطبه وكده. طيب يا بنتي انت ازاي سقطتي وازاي الكلام ده كله؟ قالت ان وداني شريط حبوب كامل، قال لي عشان تعملي نزيف وتنزلي الجنين. وفعلا بعد ما اخدت شريط الحبوب بحوالي 10 دقايق حسيت بألم جامد جدا جدا في معدتي، وكمان حسيت ان خلاص يعني الدم بدأت تحدف عليا من كل اتجاه من تحت. وبالفعل خدني وديني المستشفى. قال لي مستحيل ان انا اوديك المستشفى، انت عايزه تعملي لي فضيحه، انت عايزه تفضحيني وانت. قال لي خلاص. انا لما لقاني حالتي صعبه جدا وبقيت اتقطع قلت له خلاص انا بموت حرام عليك. اخدني ورماني لحد باب المستشفى واداني فلوس وبالسلامه ما عدتش شفته. يبقى انا دي قصة بنتي، قصة حقيقية من واقع الحياة. يبقى قولولي فعلا أنا اللي جنيت على بنتي ولا بنتي اللي جنت عليا؟ أنا اللي السبب في كل اللي جرالها واللي حصل لها. أنا اللي خلت بنتي عبرة لكل من لا يعتبر. كنت كل همي إن الواد يتمسك بيها أكتر، والمهم إن هي تفضل بنت بنوت. بنتي لا الولد اتمسك بيها ورماها رمية الكلاب ولا بقت بنت بنوت، وجبت العار لنفسي والبنت مدى ما أنا عايشة. فده قصة يا جماعة بتحكي لنا وبتفهم لنا وبتوعينا، بتوعي الأمهات قبل البنات إن إزاي كل أم تحافظ على بنتها وتقول لها ضوابط الخطوبة، ضوابط إن أنت تكوني عايشة معاه لأن هو خطيبك مش جوزك يا حبيبة قلبي. وبعدين مش بالعري، مش بالكلام، ومش بالبوس وبالأحضان البنت خلاص بتملك خطيبها، بل بالعكس بتنزل منظره أكتر وبيحتقرها أكتر وأكتر، وبتكون في قدامه وفي نظره إنسانة قليلة قوي ما تسواش، علشان سلمت نفسها من أول خطوبة ومن أول دبلة ومن أول قراية فاتحة. فكل واحدة عززي بنتك وكرميها، خلي بنتك دايما متصانة عندك، بنتك تروح لخطيبها أو لجوزها صاج سليم زي ما احنا بنقول. فده درس انا بعتبره درس لكل الامهات وعبره لكل الامهات، وربنا يرحمنا برحمته باللي احنا بقينا شايفينه في الزمن ده. انت اللي جنيتي على بنتك وانت اللي تستاهلي فعلا اللي انت فيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويا ريت فعلا لو قصصي بتعجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، علشان كل قصه حقيقيه جديده توصلني اعملها لكم بيها فيديو عشان تكون عبره وعزه لغيرنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي امان الله.